السبت الكروي المجنون، نهائي عربي، زائد قمم أوروبا، زائد معركة الأهلي، يوم لا يفوت. يشهد اليوم السبت 31 يناير 2026 واحدة من أكثر الأمسيات ازدحاماً بالإثارة الكروية هذا الموسم، حيث تتزاحم المباريات الكبرى على الساحة المحلية والقارية والأوروبية في يوم ينتظره عشاق الكرة بشغف استثنائي. تتجه الأنظار إفريقية إلى مواجهة الأهلي ويانغ أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا في لقاء يحمل أهمية كبيرة ضمن صراع التأهل، وسط ترقب جماهيري لما ستسفر عنه الجولة، كما تستكمل باقي مباريات البطولة القارية التي قد تعيد رسم خريطة المنافسة مبكراً. أوروبياً، يشهد الدوري الإنجليزي مواجهات نارية أبرزها قمة ليفربول ونيوكاسل، إضافة إلى ديربي لندن بين تشيلسي وويست هام، في ظل سباق مشتعل على المراكز المتقدمة مع دخول الموسم مراحله الحساسة. وفي إسبانيا، يواصل الكبار صراعهم، حيث يلتقي برشلونة مع إلتشي، بينما يخوض أتلتيكو مدريد وفياريال مباريات لا تقبل نزيف النقاط. أما إيطاليا، فتتجه الأنظار إلى مواجهة نابولي وفيورنتينا التي قد تؤثر على ترتيب القمة. فرنسا على موعد مع كلاسيكو ناري بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، في حين يشهد الدوري الألماني مواجهات ثقيلة أبرزها اختبار بايرن ميونخ أمام هامبورغ. ولا تقتصر الإثارة على كرة القدم فقط، إذ يتابع الجمهور العربي نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بين مصر وتونس في قمة عربية مرتقبة. جدول المباريات: دوري أبطال إفريقيا، الجولة الرابعة، دور المجموعات، يانغ أفريكانز ويانغ أفريكانز والأهلي، الساعة 3 عصرا، قناة بي إن سبورتس HD. بترو أتلتيكو واستاد مالي، الساعة 6 مساء، قناة بي إن سبورتس HD. الجيش الملكي وشبيبة القبائل، الساعة 9 مساء، قناة بي إن سبورتس HD. الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد وأرسنال، الساعة 5 مساء، قناة بي إن سبورتس 1. برايتون